بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة عملاء مول القدس الكرام، أهلا ومرحبا بكم. النهارده بنقدم لكم منتج مهم جدا، مهم لكل عروسة ومهم لكل ست بيت. النهارده احنا معانا المكوة تيفال، والمكوة دي يا جماعة حاجة مهمة جدا وفيها مميزات كتيرة جدا. في الأول وفي البداية عايز أعرف حضرتك إن المكوة دي بخار، فيها منطقتين لخروج البخار أو لخروج المية على الهدوم زي ما بيقولوا، بس هي بتخرج عن طريق البخار وتسخين المكوة نفسها. المكوه اللي معانا زي ما حضرتك شايفه في طريقه لخروج الميه من قدام زي ما حضرتك شايفه كده، تمام. وعندنا طريقه ثانيه اللي هي عن طريق ضغط البخار من اسفل المكوه زي ما حضرتك شايفه كده، بيكون عن طريق ضغط البخار بالسخونيه من المكوه نفسها. النهارده احنا المكوه بتاعتنا بنقدم لك مكوه عليها ضمان 15 سنه، مكوه تيفال زهران عليها ضمان 15 سنه. يعني لو بقول لك سنه ولا بقول لك سنتين، انا بقول لك 15 سنه ضمان على المكوه تيفال الزهران بتاعت حضرتك. وكمان بشرح لك كيفيه استخدام المكوه بتاعتك. انت دلوقتي عندك برنامج هنا بتظبطيه على درجه الحراره اللي حضرتك عايزاها عشان تقدري تستخدمي درجه الحراره المناسبه للمنتج اللي حضرتك بتكويه. وليكن القطن هتلاقي مكتوب قطن على البقره بتاعه المكوه وتستخدميها على القطن. طيب، في حاجات تانية وانواع تانية من الملابس لو حابه تكويها على النظام بتاعها، كل حاجه موجوده على البقره بتاعتها. طيب نيجي للبقره العلويه ديت فيها 3 برامج. معانا برنامج لخروج البخار، معاه اللي هو الذاتي او الالكتروني، حضرتك بتجيبي ريشه كده عليها وبتبدا تخرج البخار تلقائي. طيب عندنا البرنامج الثاني وهو غلق البخار تماما، وده ما بيخرجش بخار من المكوه. وعندنا البرنامج الثالث اللي هو بتظبطي عليه الزرار بتاعك، فبتبدا المكوه وانت شغاله تخرج معاك البخار على الملابس بالطريقه دي زي ما حضرتك شايفه كده. ودايما خلي المكوه بتاعتك في اتجاه واحد عشان ما يبانش تجاعيد او تكاسير في المنتج بتاعك وانت بتكويه. زي ما حضرتك شايفه قلنا في بخار امامي زي ما حضرتك شايفه كده بيخرج على الهدوم وبعدين بتكوي بعد منه، وفي بخار اللي هو زي ما حضرتك شايفه كده بيخرج من اسفل المكوه من تحت. وانت بتحط الميه خلي المكوه بتاعتك عموديه بالشكل دوت، تمام. ده المكوه ما تقدريش تستخدميها غير لما تحسي بان هي غليت في الميه بتاعتها، غليت في الخزان عشان تخرج بالطريقه السليمه للمنتج بتاعك. لان لو حضرتك شغلت المكوه او شغلت البخار قبل ما المكوه تغلي في الميه تغلي في خزان المكوه، مش هتخرج عباره عن نقط ميه اكنها نازله من الحنفيه. لا، حضرتك بتكوني بالشكل ده، بيحصل تسمعي صوت من الخزان ان الميه بتغلي، فبتقدري تستخدمي المنتج بتاعك وتستخدمي المنتج بتاعك عادي خالص، مفيش اي مشكله. انتظرونا كل يوم في فيديو جديد على صفحتنا على اليوتيوب مول القدس. ان شاء الله هنقدم لك كل يوم فكره جديده عن المنتج بتاعك. وكمان تقدري تطلبي المكوه بتاعتنا عن طريق الرقم اللي هنسيبه لك في وصف الفيديو. في معلومه مهمه جدا لازم كل ست بيت وكل عروسه تعرفها. النهارده المكوه التيفال عشان تحافظي عليها حضرتك ما ينفعش تجيبي ميه من الحنفيه مباشر وتحطيها في الخزان. ليه؟ كل الميه اللي بتيجي من الحنفيه مباشر بيبقى فيها زي ما احنا عارفين بيبقى فيها املاح وبيبقى فيها حاجات تانيه كتير، فبالتالي بترسب وتبهدل منك المكوه. فاحنا مش عايزين نخش في اعطال ونرجع للضمان بدري. حافظي على المكوه بتاعتك عن طريق ان انت تجيبي لها ميه نظيفه من الفلتر وتستخدميها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.